خير الدعاء دعاء يوم عرفة. كلنا لينا عند ربنا حاجات وعايزينها من ربنا سبحانه وتعالى، والعلماء بيقولوا كما يقول ابن عطاء الله: إذا فتح لك باب المسألة فاعلم أنه يريد أن يعطيك. لو ربنا أجرى على لسانك دعاء معين اطمن، يبقى ربنا حابب يديك اللي انت عايزه ده. اديهولك بسرعة أو اديهولك بعد فترة، بعد ما خلاك مؤهل لاستقبال هذه النعمة، يفعل ما يريد، يقدم ويؤخر بحكمته ورحمته وحبه وعلمه بينا سبحانه وتعالى. لكن خير الدعاء، مش ممكن واحد يكون عنده أزمات أو أمراض أو أشياء محتاجها من ربنا في نفسه، في أهل بيته، في بلده، واليوم ده ما يبقاش ضارع متضرع بين يدي الله. هناك الحجاج في يوم عرفة من السنة وشرع ربنا في يوم عرفة إن وقت ما يأذن أذان الظهر يصلوا الظهر مع بعض جمع تقديم، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ويبقى في خطبة يوم عرفة، وكل ده في وقت صلاة الظهر، عشان يفرغوا من أول الظهر لغاية المغرب مفيش صلوات ولا أي حاجة، عشان تتفرغ للذكر والدعاء. فالناس اللي في عرفة متفرغين من الظهر للمغرب بالذكر والدعاء، وانت كمان اعمل كده. انت كمان حضر بينك وبين الله الدعوات اللي نفسك فيها، وأولهم: يا رب عرفني عليك وحببني فيك وعلقني بيك يا رب العالمين.